السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله، وبما إن في ناس كتير بتشتكي إن لعبة بيس 2017 بتخرج منهم إذا كان في الخطط أو حتى لما تيجي تبدأ المباراة، ودي عند معظم الناس. الحمد لله في الفترة الأخيرة شغلنا الطريقة دي على 7 أجهزة مختلفة، وأقل جهاز كان فيهم 1 جيجا رام، واللعبة اشتغلت تمام وبدون أي مشاكل. فالنهاردة إن شاء الله هنشرح كل حاجة بالتفصيل بخصوص خروج لعبة بيس 2017 من اللعبة، من المباراة أو حتى من السكور بورد أو من البورد اللي بتيجي قبل المباراة، وبعد كده تلاقي اللعبة خرجت لوحدها أيا كانت الأسباب. فإن شاء الله كل حاجة، كل الملفات مرفوعة على المدونة. إن شاء الله كل الملفات مرفوعة على المدونة، فمفيش أي حاجة هتزعجك. ال3 ملفات اللي هما اللعبة والداتا باك، طبعا فولدر الداتا باك أنا مجهزه كامل، يعني أنت هتنقله، وأداة التفعيل اللي هنشوفها في شرح النهاردة. فيلا بينا نخش على شرح النهاردة على طول. عندنا 3 ملفات، تمام. طبعا ملف اللعبة وملف الداتا باك، طبعا ده كامل. وطبعا دي بي فايل ليست جنريتور، ديت أداة تفعيل الأدوات. هنستخرج الملفات واحدة واحدة كده. أول حاجة معانا اللي هي اللعبة، اكستراكت هيرو، نعمل باست وبعد كده نعمل اوكي. طبعا هنسيب الملفات تستخرج براحتها، طبعا هوقف وارجع لك اول ما طبعا تيجي تنتهي استخراج الملفات. وكده يا شباب خلاص اللعبة استخرجت معانا الملفات بتاعة فولدر اللعبة. خش كده، ادي ملفات فولدر اللعبة تمام معانا بالشكل ده. تاني خطوة معانا هنستخرج برضو ملفات الداتا باك. طبعا الفولدر ده جاهز بكل حاجة. نستخرج نفس حوار طبعا بيس اللي هو اللعبة نفسها الأصلية، فنعمل اكستراكت هير ونعمل ندخل كده الباسورد وندوس اوكي. طبعا مش هتاخد معاك وقت عشان الملف 500 ميجا تقريبا. هناخد كده ونخش جوه الفولدر ده، هنحدد كل الملفات، كليك يمين نعمل قط، او نعمل بس الناس اللي عندها ويندوز قديم هندوس برضه كليك يمين قط بالشكل ده. بعد كده نخش فولدر اللعبة ونعمل باست، كليك يمين باست بالشكل ده. وانت ويندوز 11 لو ويندوز قديم تعمل باست بالطريقة دي. بعد كده نعمل استبدال او ريبليس ذا فايل. اخر خطوة معانا نمسح خلاص بقى الفولدر ده. اول خطوة معانا اللي هي اللعبة، تاني خطوة معانا اللي هي الداتا باك، تالت خطوة اللي هي دي بي فايل ليست جنريتور. تمام. يطلع معانا كده ممكن نلاقي فولدر اللعبة، نخش عليه نعمل run as administrator، كليك يمين تشغيل كمسؤول او run as administrator، دوس اوكي. هاجي عند choose base اللي هي دي، طبعا اللي هي سي بي كي باس، ونعمل دوس كده عليها ونبدأ نحدد المكان المسار بتاع فولدر الداونلود داخل اللعبة. تمام، ادي فولدر الداونلود اهو. لو نيجي نبص كده فوق، المسار دوت هو نفس المسار اللي احنا فيه في فولدر اللعبة. نروح كده لفولدر الداونلود داخل اللعبة، المسار اللي فوق دوت يكون موجود في البرنامج. اول ما نحدد فولدر الداونلود ونعمل اوكي، هيبدأ يظهر معانا الملفات الموجودة في الفولدر. في دي ال سي هنختار نو دي ال سي. تمام. بعد كده نعمل شيك اول، سيف سيلكشن ديت، تمام، عشان يحفظ الحاجة لما اجي اخش على البرنامج مرة تانية. واعمل جنريت فايل ليست. تمام، وادوس اوكي. كده يكون المشكلة اتحلت ان شاء الله، وتخش اللعبة تجربها براحتك. الناس اللي عندها رامات قليلة او امكانياتها ضعيفة، يا ريت تقفل كل الحاجة الموجودة بعيد عن اللعبة. برامج اي حاجة، متصفح ايا كان انت شغال على ايه، متصفح برامج اي حاجة انت مشغلها، يا ريت تقفلها وتخش تجرب اللعبة بس. طبعا انت راجل محترم، هتروح تجرب الطريقة ديت هتنجح معاك ان شاء الله بنسبة 100%. ترجع تسيب لنا تحت تعليق يليق بيك، وتتأكد او تأكد للناس ان الموضوع شغال والدنيا تمام. هستناك طبعا تشرفني بتعليق تحت وتعمل لايك للفيديو لما الطريقة تنجح معاك بإذن الله. ألقاكم في شرح جديد إن شاء الله على خير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.